السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد. كلنا عارفين مع تقدم العمر العظم كثافته بتقل والكتلة العضلية كمان بتقل، ودي سنة الحياة. دي من مراحل الشيخوخة وتقدم العمر. فالواحد مع تقدم العمر بيبتدي بقى يخاف من أي وقعة، من أي انزلاق، أي حركة مفاجئة ممكن تؤدي إن هو يقع فيتكسر، أو أي ضربة ممكن تأثر على عظمه، وبيبقى عايش في قلق، واللي حواليه كمان بيبقوا خايفين من الموضوع ده. بس اللي احنا ما نعرفوش او اللي كتير ما يعرفوش ان في طرق كتيرة لتفادي الاصابات دي، وتفادي ان انت تقع، وانها تحسن من اتزانك على الارض. في فيديو النهاردة هنتكلم عن قصة واحد مشهور جدا وقع وقعة بسيطة في المطعم، حصل له كسر في عظمة الفخذ، وهيضطر ان هو يمشي بالعكاز لفترة طويلة. النهاردة هنتكلم عن القصة دي، وهنشوف ايه اللي ممكن نستفاد من قصته، وازاي ممكن نتفادى الكلام ده كله، لان احنا عارفين ان اي كسر في الحوض او في المفاصل ده بيؤدي لمضاعفات كتيرة جدا حتى بعد العلاج، وممكن يأثر على استقلاليتك في حياتك وجودة حياتك. فخلوكم معايا. اهلا بيكم. قبل ما نتكلم على فيديو النهارده، انا حابب افكركم انكم تدعمونا بالاشتراك في القناه، وانكم تشاركوا الحلقات دي مع معارفكم اللي حابب يستفاد، وده هيدعمنا وهيدعمكم ان شاء الله. كمان لو انت مهتم بالجري، سواء كنت مبتدئ او كنت بتجري هاوي، بتحب الجري بقالك فتره، فممكن تبص على حسابي على التيك توك. هو حساب مختص تماما بالجري، هيفيدك سواء كنت مبتدئ او بتمارس الجري بصوره دوريه. نيجي بقى للفيديو. النهارده هنتكلم على واحد مشهور جدا، هو الصراحه ان هو ما يشرفناش ان احنا نتكلم عليه لمواقفه السلبيه والعدوانيه تجاه العرب والمسلمين، خصوصا في السنتين الاخيرتين، ولكن ده ما يمنعش ان احنا ناخد قصته كعبره عشان نستفاد بيها ونحسن من حياتنا الصحيه والرياضيه. الشخص اللي هنتكلم عليه هو الاعلامي المشهور البريطاني بيرز مورجان. بيرز مورجان من اسبوعين بالظبط كتب على تويتر، حط تويته كده وكتب ان هو وقع وقعة بسيطة جدا في مطعم، سلماية واحدة. الوقعة دي عملت له كسر في حوضه، وهيضطر ان هو يركب مفصل ويمشي 6 اسابيع على عكاز تقريبا، وممنوع من السفر لمدة 12 اسبوع لمسافات طويلة. كل ده بس عشان وقع من السلماية. هو واضح من منظر بيرز مورجان ان هو مش مهتم بالرياضة، او ما يعرفش عنها خالص، وحياته الصحية او اسلوب حياته مش صحي خالص. فايه اللي حصل بقى؟ مورجان عنده 60 سنة. لما مع تقدم العمر بيحصل حاجة اسمها الساركوبينيا. الساركوبينيا هو انخفاض الكتلة العضلية وقوتها مع تقدم الزمن. انت الواحد لما بيبقى شاب بيبقى عنده عضلات وقوي كده، ومع تقدم العمر العضلات بتكش وجسمه بيكش، ودي دي مراحل الشيخوخة، ودي سنة الحياة. بس هل تعرفوا ان تمارين المقاومة والحديد ده ممكن تخلي واحد في عمر ال70 وال80 سنة تبص عليه تحس ان هو رشيق جدا وعنده بتاع 40 سنة؟ تخيل ان عظمة الفخذ دي تعتبر اقوى عظمة في جسمك، او من اقوى العظام اللي في جسمك. تخيل وقعة بسيطة من على سلم تحصل له كسر في العظم. ازاي؟ بكل بساطة ان الدرع الواقي اللي هو الكتلة العضلية او عضلة الفخذ اللي حوالين الفخذة دي راحت، فدي هي الدرع بتاع عظمك. لو الدرع ده مش موجود، اي خبطة صغيرة هتكسر لك عظمة الحوض. وده للأسف اللي بيحصل لناس كتيرة كبيرة من اي وقعة او من اي خلل في التوازن. اي زحلقة بسيطة بيقع بيحصل له كسر ومضاعفات، ويفضل عمره كله بقى على المضاعفات دي، حياته بتتدهور جدا، ويبقى لا قدر الله حياته كلها بتبقى معتمدة على اشخاص تانية. فاحنا دلوقتي هنتكلم على الدراسات ونشوف الحلول، وازاي ان احنا نتفادى كل ده بشوية تمارين ممكن تعملها لمدة 30 دقيقة مرتين او 3 ايام في الاسبوع. عارفين ان في كمية ابحاث كتيرة جدا ودراسات سريرية اتكلمت على تمارين المقاومة والحديد، وقالت ان تمارين المقاومة والحديد دي بتحافظ على الكتلة العضلية بتاعتك والقوة بتاعتها لسنين طويلة جدا، تخليك كأنك شاب. في دراسة اتنشرت اتكلمت على تمارين المقاومة، وقالت ان تمارين المقاومة لو استمرت لمدة سنة او اكتر بتقلل عدد السقوط والإصابات اللي بتحصل بعدها، وكمان بتحسن القوة والتوازن، وحتى كمان بعض الوظائف الذهنية.
في دراسات تانية برضو اتعملت على تمارين المقاومة، وقالت ان تمارين المقاومة دي لو استمرت خلال 8 اسابيع بتقلل خطر السقوط، لانها بتقوي العضلات وبتحسن التوازن والتحكم في الحركة، وده بيقلل فرصك انك ما تقعش اصلا. لو هنيجي نتكلم على النساء برضو، ففي دراسات اتعملت على النساء الكبار، وقالت ان معظم الكسور اللي بتحصل عند الورك عند النساء معظمها بسبب السقوط. والدراسات قالت ان لو في برامج توعية، البرامج دي شاملة التمارين المنزلية اللي ممكن تعملها في البيت، وكمان شاملة ازاي ان انت تتفادى السقوط والانزلاق اثناء ان انت بتعمل الاشغال المنزلية. فقالت ان البرامج دي قللت تكرارات السقوط في المنزل، وكمان حافظت على التوازن عند الستات الكبار. طب شايفين الرسمة دي؟ الرسمة دي اتعملت في دراسة ما بين مجموعتين، مجموعة كانت بتمارس التمارين لفترات طويلة، ومجموعة تانية ما كانتش بتمارس التمارين لفترات طويلة. لو انتم ملاحظين هتلاقوا الجروب اللي كان بيمارس التمارين، العضلات اللي مسؤولة عن بسط وفرد الركبة، العضلات دي بتبقى من فوق الركبة لتحت الركبة، حافظت على كتلتها وقوتها لحد سن ال80. في المقابل الجروب اللي ما كانش بيمارس الرياضة ولا بيمارس التمارين، العضلات دي فقدت كتلتها وفقدت قوتها مع العمر، نزلت فرق شديد قوي ما بين الجروبين. طيب هيجي واحد يقول لي يا عم انا ما عنديش صالة جيم قريبة مني، او مش متاح ان انا اروح لصالة الجيم. مفيش مشكلة، الدراسات قالت ان حتى كمان التمارين المنزلية كافية انها تحافظ على الكتلة العضلية بتاعت رجليك، وتخليك تتجنب السقوط، وتحافظ على الاتزان بتاعك بأي حاجة في البيت. يعني مثلا ازازة مية تقيلة، كرتونة تقيلة، اي حاجة مثلا وزنها 3-4 كيلو، ولو عملت شوية التمارين اللي هي ممكن تتعمل في الجيم تعملها في البيت، لو ان التمارين المنزلية دي فعلا حسنت من الكتلة العضلية بتاعت الرجلين، وحسنت كمان من الاتزان، وقللت من السقوط، وده بالتالي تبعيا قلل من حدوث الكسور في عظم الورك والفخذ. فالخلاصة الدراسات بتقول من 20 ل 30 دقيقة 3 مرات في الأسبوع. ال 30 دقيقة اللي انت مستكترهم دول هم اللي هيكونوا الدرع بتاعك لما تكون كبير. شوية تمارين مقاومة للرجليك ومع شوية أوزان خفيفة تعملها في البيت 2 أو 3 مرات في الأسبوع ل 20 ل 30 دقيقة كافية جدا إنها تحميك وتحافظ على الكتلة العضلية بتاعتك لما تكون كبير. فأنت لو شاب وصغير إنك تمارس تمارين المقاومة وتقوي عضلات رجليك ده مش رفاهية، ده حاجة أساسية عشان تحافظ على عظمك لما تكون كبير. ولو أنت كنت كبير أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل أصلا. فأنت لو كنت كبير متقدم في العمر مفيش مشكلة ان انت تبدأ بالراحة وتبتدي تحط التمارين دي في روتينك اليومي 2 في الاسبوع، 20 دقيقة تحرك رجليك، تعمل شوية استطالات. صدقني ده هيحسن من توازنك، وهيبقى تعرضك للسقوط بيقل تدريجيا، مش اي حركة مفاجأة ولا خلل في الاتزان هتلاقي نفسك وقعت. كل واحد على قدر استطاعته يقدر يحط التمارين دي في روتينه اليومي عشان يقدر يحافظ على عظمه، ويقدر يحافظ على الكتلة العضلية بتاعته، ويحسن من جودة حياته. فيديو النهاردة كان قصير ولكن يعني هو مهم جدا. قصة حصلت خلال الأسبوعين اللي فاتوا فشد انتباهي وخلينا نتكلم عليها، لأن احنا يعني كلنا عندنا حد في العيلة متقدم في العمر وبيعاني من كسور وتضاعفات الكسور، وبيبقى خلاص يعني مش قادر يمشي كويس ودايما معتمد على حد. فده مهم جدا إن أنت تقول لمعارفك إن تمارين المقاومة والحديد مهمة جدا عشان تمنع نفسك من مضاعفات الكسور ومن الاختلال والسقوط في أي حركة مفاجئة. أشوفكم في فيديو جديد.